شهيد ستيرا شوية قوري دده كسينجري واندابونه ولات جبورو متا جانين لهنگين خواه رادبه اغروش جوان تفان شرم دكه. ناوی تفگری احمد دربیسیه، ناوو پاشناف احمد رمو، ناوی دایکی کفاح، ناوی باف محمد صالح. جه و دیروکا جدایک بونی دربیسیه، دیروکا تفلی بونی حسکی سالات حزار و حجدان. جه و دیروکا شهادتی سریکانی دهی جوتمه سالات حزار و نوزدان. بو ام بيتر لسر جيانا شهيد احمد ناصر بكن جروبا دربيسي اف ام سردانا مال باطا ويكر. كفاح الافندي وابني احمد الله اعطاني اياه بعد 11 سنه. طبعا كان مدلل كأم يعني، وبعد ما الله اعطاني كمان بنت وصبي تاني يعني ما كنت احس باحمد انه ابني، لا كان صديق لي احمد. كان احيانا يطلع يشتغل ويجي يجيب الغله يحطها قدامي، ايش يساوي؟ يحطه ينسفني كف. لك ليش هيك سويت؟ ازعل منه. لي يا ماما انت مو امي، انت صديقتي انت. كان احيانا ابكي على بيت اهلي او اتضايق على بنتي اللي توفت في المي. يعني ما كان احمد ابن، كان اخ في البيت. اخ كلمه اخ كلمه صعبه، وخاصه بعد ما الله اعطاني باسل كمان بعد 11 سنه. يعني ما كان يعامل باسل انه اخوه، لا كان يعمله كأب، مع انه ابوه كان موجود بس ما في هالحنيه. يعني بقول يمكن حنيه احمد كلها ما في. وبعد ما توفت اخته بشغله سنه سنتين طبعا جوزته وانتسبنا يا الابوتيه. واليوم بده يطلع على عموده مشان بده يجيب مشان يسيبها قسمه، يعني كان معلم خبز، هو خبز سميك. والله وقفته طلبت هوياتهم يضحك، بلش يسب على حاله، قالوا يخسع على الشباب. اصدقائنا قال ليش جبوتشي؟ قال له امي تحمل السلاح وتوقف تفتيش وانا قاعد في البيت صايع. قلت له لا ابني انت مو صايع، انت كمان عم تشتغل، انت كمان كنت تساعد. ومن يوم احمد انتسب للهبال. طبعا وضعنا كان تعبان. ضل بحدود شي سنه ونص سنتين يطلع على الحواجز. طبعا بلا سلاح كان يحمل عصاي هو واصدقائه واحد منهم آلان. وانتسب بالفوج. اول سنه الثانيه انتسب بها الفوج. دائما كانت كلمه الشاهد كلمه في تمه دائما. كل ما اطلع على شهيد وكل ما كنت اجي يشوف اللوحه معلقتها كان يضحك يبوسني يقول لي يا ماما بدي يجيكي يوم كمان، شوفي انت كمان تحملي لوحتي وبدك بس امانه لا تبكي، بدي اوعدك وعد، تعطيني انت وعد. قلت له اطلع من خلقتي مالي خلق اخذ واعطي معك. يقول لي شوفي هي هون فيها ديك الحديده بالحيط، هي هون بس استشهد امانه يا ماما، هلهلي وعلي ايدك ولا تنزل دمعه من عينك. واذا قالوا لك العالم ليش ما بكيتي؟ قولي اليوم دبكه ابني دعوتاوي. ودائما كنت اشتغل له لفحات من صوف، انا طبعا شغال الصوف. كل ما اشتغل لفحه يطلع فيها يجي بدالها. اشتغل له درة دسمالات، كل ما اشتغل يطلع فيها يجي بدالها. وينهم؟ اعطيتهم اصدقائي. نهايه لفحه اشتغلت لي هيك هاك. اعطيته اياها، قال بدي اخذها واطلع فيها على الفوز. قلت له والله ما اعطيك اياها مشان تدفشها. قال لي لا وعد بجيب لك اياها. اخذها لبسها ولفحها على حاله. ويشهد الله بلا مجاملات وبلا كذب. نهايه كلمه كانت الي يوم مشي ودى بيته على الحسكه، قال لي امي لفحه شوفي تعش اميها والله كلها شوفي هالما دخان خلاني ابكي. قال لي امانه هي بتخليها عندك، كل ما بتلبسيها بتشميها مثل ما احمد. يعني ايه قلبي بتقطع على ابني بس ماني ندمانه. لا ليش؟ انه هو مشي بهالخط. نهايه مكالمه كانت معي، دق لي تلفون قال لي ماما الي عندك امانه. وينك احمد؟ قال ماما مشينا على الجبهه. قلت له احمد لا تطلع، عندك بنت وعندك صبي، بس يكفي تلوع قلبي على سوزان. اصدقائي يطلعوا هنا اضل بدك الدواعش يدخلوا على بلادنا. وكان دائما كان يقول لي خلي 100 عين تبكي وخلي عين امي لا تبكي. قلت له وين كلمتك؟ قال لي لا ماما انا سحبتها، بس بامانتك بنتي عبد العزيز، لانه يعني انت بتحبي سوزان، ايش ما بتجيبي يا سوزان امانه جيبي يا عبد العزيز. وامانه اذا استشهدت لا تبكي، امانه وهلهلي. وضليت عند وعدي
اليوم اللي قالوا أحمد شهيد دقوا الباب، فتحت الباب قبل ما يحكوا الهبال أنا هلهلت. وقبل ما يتطوع بالفوج ابني خباز معلم خبز، عندنا دكانتنا كي بالبيت هي، يعني بشكل كان يحب العالم. بحياته ما وقف إنسان، وبحياته ما علّى صوته على إنسان، وبحياته ما كان قاسي على إنسان، لا كان حنون. كان لو يشوف عمه ويشوف وحدة مثلا عجوزة أو مثلا يشوف وحدة بنت حتى لو بتكون عدوته كان يقول لها خالتي أعطيني أمشيكي. وخاصة بعد ما استشهد يعني ما ضل حدا ما دق بابي وما ضل حدا وما اجى. يعني العالم الحمد لله ممنونين من أحمد. يعني بحياته ما أذى حدا، وبحياته ما قال يا إنسان وجع، بالعكس اللقمة في تمه كانت يا العالم. وكان لو الواحد يطلبه يا الموت كان يمشي قدامهم. نهاية حادث بوقت الأحداث كانت في بيت هذا حميد بالقصايش، هو حاليا بيته موجود. أيام عياد طبعا زوجته طقت الفتاشة بإيدها والدم بالله يطلع، والله زت حاله حفيها لحد الآن بيجي ببالي، زت حاله قدام الكية بس مشان أسعفها. أحمد وقت تندبح يا ابني قال ماما خلي خالتي سلوى لا يصيبها شيء. وداها على المستوصف ما كان يدخلوه. عمودة يا الحسكة يا القامشلي مو كان يشتغل بالخبز، كان دائما يطلع يجيب طحين ويجي. يعني ما ضل حدا ما دق بابي، وما ضل حدا ما بكي عليه، وما ضل حدا كان يقولوا أحمد أحمدنا كان. ولحد الآن يعني بيت اللي بدخله فعلا بيعطوني يعني بيقدسوني ليش إنه أنا أمه يا أحمد. وصل الصف الخامس السادس، وضعنا كان تعبان وفعلا من الأوائل، كان وصل الصف التاسع بس ما كمل لأنه وضعنا تعبان. وأبوه كان إنسان ما معاق، نصف معاق. بدي أعطيكي حقك. قال له إيش تعطيني حقي؟ قال لي مو هلا بعدين بحكي لك إياها. وضل يتغصى في قلبي، بس قبل ما يمشي قال لي إياها. قال لي ماما حقك تبك ضايكا شهيد. يعني مقربيني وي لا بي أول شهيد أحمد. ورطامي قال لك خوش ونافي مجي محمد عيسى ساعدونا. ورطامي قال لك خوش تتعداي الكاسيت نبو وتشكاي الكاسيت نبو وباش بو يعني هوالي خوبو يعني رحيب هوالا ربو دقواز رحيب وكارد كان فرنا المال يجي فكر والفي حالي فكر قال لك حارة فكر تقولني شيء أزي خو زاركي خو جا خودي بكم وتشج جم هوالا تشيل بيجي كاريوان ذكر في تالي دي قفيدا فرنتنا أزي شخورا من أبوان وزاركي خوجي خوديت كر خور مال كريكر زاركي خوديت كر يعني تتعداي الكاسيت النبو وشو جبهه وبشتوب يعني هات عالم يقول والله واحمد شهيد كتي كاس يقين نتكر طاب بازدار وجاش كاس يقين نتكر شي يقول والله احمد شهيد كت يعني كاس ما يقين نتكر بتقول يعني شو بيجي دلي خرطبو لا ترسيه تقول عادي تقول مرن جارك يشل يعني شهيد كتمبر برباجاري خو كيفاي جاير دهات جهلير دهات كيفاي جوالير دهات جاباني دهات تعداي الكاسيت النبو وشغلي يعني قال لك باجو بعمر اجمع مستربو محترا ما يتقر ايوي الجومي يعني مزن وبشوك يقبو قوري مد تشوجي بيمزن روديش مزن بو بيبشوك روديش تشوكبو يعني كيفاي قال لك اجمر دهات يعني تشكيل تقول ما فرنا احمد يعني اخر حالي جمع وفنا فرني شارع كي ندهاتن ودنا جمع احمد يروم بس دهاتم تقول احمد فازي هم كاريخه عزيزوار تقول كايب ماشي مثلا انت تقول احمد شرطه يزو مشان واشتر بقول خلاص تجي ماشي ولو ندش كجي عازو وعالم كجي رازي بو وبرباج بو يعني فرنا نلفي في حالي اخر شيء هات الفيدا فكر وديولو تاي يعني زيادة تنق وزام قرنا بابالا جو بريم شو جو فايز يعني او شو باسل شو او تسرك يعني يدو باسل بري 10 كيلومتر بو رابو باسل شاند مالي مو باسل جت شاند مالي ام هات الغرفه دروشتي ويباري والله فالا مش مرقوت يار ذاك مالي نان نجبو فقيرتي شو نان نجبو برات شو جي كرامات اخر شو جبو ملتي خو شو قو ازي هرم ازي بر ملت بجنب برعادي يعني انسانك كي وك يد الباقشتنا ومحترم يعني وقام اشتغل بتشوك ربو مزن ربو
نافين باسل براي شهيد أحمد راستي يعني بريم أحمد يعني نبرا كيش مرابو هبالك يمبو حسب يزو ويم مدرسة ويم فادقران يعني تميت يعني أو هقص ما حذكر تميت بيفا خوش دهاتما تقول بريم تشتغلت هناك ومفادقران صار تشتغلت يعني حياة فالي جرازينة وجيرانا جرازية ومفرنا فكر شخورة وعم شغولين حياة زبوني دهات نجمع فرنيش جمع رازيبون جبرا يعني بريم أحمد رازيبون تمية يجمر تقول الزبونة مقاتب الزبونة عاجزنك يعني ندش كسك يجي عازبه حياة وقتها مدمر مدرسة يجي مفادقران جي هما شو جا مستاذة تقول باصل المقاتبة سنة كي قال لك يباشو يعني وقتها الفوج بهم تدي امجي تشون بالي سريك عن يده بريم احمد جا فالار ليخس جوان جول باصل مقاتبن كواي ما متيكا من سريك عني ازلالي لزقا امريكيس بهم بري سريك عني بده كيلومتر تدي شافالي مار ليخس قمتاني مر ليخس جا جول باصل مقاتب كواي ما فامي درباسي سريك عني يبه اما دهرو بازرو قديا هفالش مرقو جو فقر مالي جو هر مالي موج بوشي جو هر مالي زهات مالي ولا قال كرن بس ما يقين كر شي تقريبا بازرو قديا انه اعلان كرن جو شركتي هفالي خبوجي هفالي ذات مبيال المالي جمع كيف هو قال لك احمد رضات اريبرم بو بس هما دوسا بابي مشي قرتو تمي هما تشوم كده جمر دول جو كاور مره يعني ندش استني دركب من جمالي تقول برات البرشا عظيم به وقال لك صار مترسيه يعني حياه شغلي او شغل جي ندش قال لك يكار بك تقول خلنا ناخذ تمام بك مشي خلنا ناخذ تمام كر ومالي يجي ذكر يعني هقاش ما حذكر ايش بقولوا واتك يعني حياه بريم احمد حياه كان يشمر فكر دور تاسوكي يشمر جو جبوت كار بك جبوت صار نجي خوجي بسكنه وكمه وام شغلين وتشك مر لازم بوجي مشون جير دقو تقصيرات كرمر داويد ام خوينا شهيد احمد ام الملاتي كرد بيروزكن ملاتي دربيسيه بيروزكن شهيد جوی دنیای دچه لینمر دمینه شهيد أوى إيجو جاني خواه فدا دكه ولاتك بهنا شهيدان دستينه ما چيچك چاوا چاو نباريانك شهيد أحمد ريا شهادتي ناز ذكر لدما قمجار دبا ولات حرتشت أرزان دبا شهيد نامرن